مش الغنية. باسم بدي اروح شوي اكثر هيك على مواضيع يعني اكثر جدية، شوي بدراما، شوي هيك سياسي والى ما هنالك. مؤخرا نقيب الفنانين السوريين استاذ زهير رمضان اعلن عن يعني سحب عضوية جمال سليمان، الفنان جمال سليمان ومكسيم خليل وغيره من الفنانين المعارضين للدولة السورية او للنظام السوري، بحجة انه برأيه ساهموا بسفك الدماء بسوريا. انت مع هذا القرار؟ لكي انا شخص مع الدولة السورية، وانا شخص اليوم متعاطف اكيد مع الناس اللي هن دفعوا ثمن باهظ بهذه الازمة من كل الاطراف. لكن اليوم انا مع الدولة السورية وانا مع بلدي. انا مع انه نحن قد ما اختلفنا بوجهات النظر نقبل بعضنا. أنا مع أنه الخلاف لا يجب أن يتحول إلى إلغاء للآخر. بس اليوم المعارضين اللي طلعوا عم بيقولوا نحن بدنا هامش حرية، نحن مكتوم نفسنا. أول ما واحد فينا عبر عن وجهة نظره وقال رأيه وقال أنا مع الدولة يا أخي، أنا مع النظام يا أخي، إذا بدنا نقول نظام، هدروا دمنا، صحيح، هددونا بعائلاتنا، هددونا بأهالينا، هددونا بالقتل. بس لكن ببساطة شديدة اليوم انت عم تطلب الحرية، خلينا نصدقك يا اخي، امنحها لغيرك لحتى نحن نشوف هالنموذج ونقول فعلا ممكن. نحن اليوم كل الممارسات اللي صارت هي ممارسات تخلو من اعطاء حق التعبير للاخر وتطالب بالحرية. انا ما عم بفهم كيف بدنا نصدقها، هذا كذب. طب اليوم انا بدي اقول لك شغله تعقيبا عن هذا الموضوع. اليوم حتى من المعارضين نفسهم يطلع واحد يسترجي يقول كلمه مجتمع مدني او دوله مدنيه. شو بصير فيه؟ نفس التنسيقيات اللي كانت حامله اغصان زيتون وعم تطالب بالحريه، نفس التنسيقيات بتهدر دمه. لا، بدنا دوله خلافه او بدنا دوله اسلاميه. هل هذه الثوره اليوم اللي تسمى ثوره قائمه على هذا الفكر؟ معناها هي من الاساس شرطه غلط. اليوم تفضلي قولي لي اليوم تفضلي اذا بدي اقول جيش حر، قديش تعداد نسبة الجيش الحر من الفصائل اللي عم تقاتل على الارض؟ حقيقة هن عبارة عن شوية فراطة قدام ميليشيات اسلامية متشددة جدا بدها توقع مشروع الدولة. لا، انا مع الدولة، انا مع رئيس هذه الدولة، وانا مع الدولة السورية بقيادة السيد الرئيس بشار الاسد. فليعجب هذا الكلام من يشاء ولا